السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم في كل مكان أينما كنتم، وصباح الفل عليكم. وخلينا نقول إيه، ما نكدبش على بعضينا وعلى نفسينا. مبروك طبعا النقطة قدام غانا، بإن إحنا بيتقدموا وبنعود، بيتقدموا ونعود. بس هي حرفيا المباراة بدأت بعد خروج صلاح، واللي يشوف غير كده احنا قلنا طبعا منتخب مصر جاي وصلاح جاي، فمنتخب مصر اهو جه في نص الطريق، وصلاح برضو لحد الان لسه ما جاش. انا والله يا جماعه مش من انصار الهجوم على صلاح وكده هون، ونتمنى له يعني ان هو يعني في زي ما بيأدي في ليفربول يأدي في منتخب مصر. انا بحط نفسي برضو مكان فيتوريا دون. بعد ما صلاح خرج احنا طبعا شفنا منتخب مصر حرفيا اتحرر اتحرر اتحرر. الفرقه لقيت فرقه تانية، كل لعيب بيطلع اللي عنده، مفيش خوف، بيروح على الصندوق، بيروح على جون غانا، بنجيب جونين وبيتقدموا زي ما قلنا، وبن بن بن بنتعادل. فالمنتخب زي بصراحه يعني احنا اللي يهمنا منتخب مصر. اسامي احنا مش بنعتمدش اسامي، احنا كشعب وكجمهور مصري عايزين نفرح باي حد في الملعب، احنا عايزين نفرح، لا ده بيدينا ولا ده نعرفه ولا ده قريبنا ولا اي شيء. ففعلا الفرقه اتحررت بعد خروج صلاح، كل لعيب ابدع. شفنا تريزيجيه لما نزل اداء رجولي، مصطفى محمد بيقاتل، مرموش ايه ده، مرموش دون حدث ولا حرج يعني. انا بقيت ايه بعمل كده من مرموش دون، بسم الله ما شاء الله عليك. طب بس هو السؤال، ليه لما كان صلاح موجود انتوا ما اديتوش الاداء ده؟ بخاطب لعيبه منتخب مصر وجمهورنا الفاضل والحبيب يعني. هو صلاح فارض عليك ان انت ما تلعبش كده؟ ما هو صلاح يبقى في الملعب ويلعب، كل لعيب يلعب اللي احنا شفناه بعد خروج صلاح والنني. ولو كان النني المفروض يعني ايه يقعد شويه وكده، هو صلاح ممكن ايه نستثناه، والراي ليه للجمهور. بس انا برضو ايه بحط نفسي مكان فيتوريا بعد المباراه، بتخيل مثلا واسئله الصحفيين المنتخب مصر فاق بعد ما صلاح خرج، يعني تكررت من اسئله الصحفيين لفيتوريا. وبصراحه كتر خيره يعني، لان فعلا حرفيا المنتخب فاق، شفنا منتخب تاني بعد خروج صلاح. كنا مثلا لو نود مثلا لو حجازي برضو ما فيهاش عيبه ان هو يريح شويه وينزل ياسر ابراهيم. عندك النني برضه يريح المباراه اللي جايه ويدفع بمروان. فاهمني؟ يعني ما فيهاش حاجه يا جماعه نبدل يعني اعمار منتخب مصر كانت شفتها ببرنامج كده، مش عارف يا رب ولا قريتها، بتوصل 29 سنه. طب وبعدين بعد كده يعني 29 سنه في الانديه في المنتخبات الثانيه بنلاقي 23 و24 وكده، هو في 5 6 سنين يا جماعه. فضخ دم جديد، و نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا. ويعني اللي بنشوفه ده بصراحه يعني بنريح الناس دي يا عم. وحتى صلاح، ما هو بيقول لك عشان كده مش عايزين يجيبوا حسام حسن، عشان انت ما بتأديش، تعالى جنبي على الدكه، زي ما عمل كابتن حسن شحاته مع ميدو. ما هو ابو تريكه قعد، حسام حسن قعد على الدكه، عمرو زكي قعد، ميدو قعد. ايه المشكله يعني؟ صلاح مصاب خلاص يا عم، هي برضه ايه تبقى حجه من المدرب، قعده يا عم واتفرج على الفرقه. انا من وجهه نظري صلاح على عيني وراسي، وراجل ما في لا جدال وكده هون. بس صلاح يتفك ب3 لعيبه، لعيب بينزل مكانه واثنين بيحاولوا ان هم بينزلوا بدل اللعيب اللي نزل بدل صلاح، كده انت فكيت صلاح ب3 لعيبه. صلاح انا من وجهه نظري على راي كابتن مدحت شلبي التي لا قيمه لها، بيساوي بياخد فرصه 3 لعيبه. فنتمنى الفوز في المباراه الثالثه، ووصلنا لمرحله ان احنا بنقول ان ربنا يكرمنا والدعوات والقصص دي عشان نصعد من الدور الاولاني. منتخب مصر اللي واخد بطوله افريقيا الاكثر، ان هو اكثر المنتخبات اللي خد بطوله افريقيا، بندعي ان احنا نتخطى الدور الاول، واللي كان في البطوله اللي فاتت بيلعب نهائي. يعني حاجه يعني لنا الله الجمهور المصري والشعب المصري بصراحه. ارجع واقول كتر خيرك يا فيتوريا. ومحمد صلاح ان ذات نفسه يعني الواحد برضو بيشفق عليه، ان هو بنفسه قعد على الدكه وشاف الفرقه من غيره. بسم الله ما شاء الله زي ما قلنا، تريزيجيه ومصطفى محمد وعاشور وكله. بس عايز اطلب برضو من الشناوي حبه تركيز شويه، ربنا يوفقنا في القادم،
والف مبروك النقطه. ولو ان غانا مش الفرقه الرهيبه، سوري، مش الفرقه المرعبه التي لا تقهر. هي حطت جون وعدنا بجون تعادل، وحطت جون تاني وعدنا بجون تاني تعادل. يعني فرقه ولو قرصنا كمان شويه كنا هنفوز. كل التمنيات طيبه لمنتخبنا، وربنا يوفقنا في المباراه القادمه ونصعد للدور التالي وكده. هو وقعد يا عم صلاح شويه يا عم، خليه فاهمني. ما كل الخبراء قالوا عادي ما فيهاش مشاكل لما صلاح يقعد وكده. هو ما فيهاش اي قصه، زيه زي اي لعيب. السلام عليكم. كرة مع ناصر الغر.